تفصلنا أسابيع قليلة فقط عن الموعد المنتظر: الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر على مسرح شاتلين في فرنسا. الموسم الحالي من 2024 إلى 2025 شهد منافسة قوية على الجائزة، مع بروز عدد من النجوم الذين قدموا أداءً لافتا جعلهم مرشحين بقوة لنيل الكرة الذهبية. في طليعة القائمة يأتي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيم، الذي قدم موسماً مميزاً من حيث الأداء والاستمرارية، وساهم بشكل كبير في نتائج فريقه محلياً وأوروبياً. بعد سنوات من التذبذب، نجح أخيراً في إثبات نفسه كلاعب من الطراز الأول. المركز الثاني يحتله لامين يامال، الشاب الإسباني البالغ من العمر 17 عاماً فقط. يامال فرض نفسه بقوة في تشكيلة برشلونة، وكان حاسماً في العديد من المباريات، سواء بتسجيله أو بصناعته للأهداف. في المرتبة الثالثة يأتي رافينيا، جناح برشلونة الآخر، الذي قدم موسماً منتظماً من حيث الأداء، وساهم في تعويض غياب بعض النجوم، ما جعله عنصراً مهماً في منظومة الفريق. رابعاً، محمد صلاح نجم ليفربول. رغم الإصابات التي أثرت على مشاركته، إلا أن أرقامه بقيت قوية، وتأثيره في أداء الفريق ظل واضحاً حتى اللحظة. أما المركز الخامس فكان من نصيب دوي، لاعب باريس سان جيم، الذي جذب الانتباه بفضل مستواه البدني العالي وقدرته على الحسم. وتضم القائمة أيضاً أسماء مثل خافيتشا كفاراتسخيليا، فيتينيا، ومبابي، بالإضافة إلى لوتارو مارتينيز وبيدري. اللافت هذا العام هو غياب الأسماء التقليدية عن الصدارة، وظهور وجوه جديدة تقدم نفسها بقوة. الكرة الذهبية 2025 لا تبدو محسومة حتى الآن، ويبقى السؤال الأهم: من سيخطف التتويج في هذا السباق المحتدم؟